السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جالكم فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. هنعمل ايه مع بعض بقى؟ عندي كده بقى شوية غسيل هنغسله بقى على الغسالة اللي هي البرميل ديت. طبعا زي ما انتم عارفين انا بغسل اللي هي الاوتوماتيك، بس بقى كان عندي بقى كده شوية هدوم، فقلت لازم بقى ايه ان انا اغسلهم بقى في الغسالة ديت، وبحيث ان انا برضو اشغلها علشان مركنة ما تقفش وكده وتبوظ. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا شويه غسيل ايه يهدوا الحال. طبعا انا غسلتهم من هنا وعيت من هنا، مش عارفه ليه، بس الحمد لله على كل حال. هطلع بقى الهدوم كلها كده بره، وبعد كده بقى هفرزها وهحط بقى الالوان لوحده والغوامق لوحدها والابيض لوحده. طبعا انتوا عارفين كالعاده ان الهدوم البيضه بتتغسل الاول كده، ما تكوني بتغسلي هدوم في الغساله كده ورا بعضها، بتغسلي بقى ايه الابيض الاول، وبعد كده الالوان الفواتح يعني، وبعد كده الغوامق. وطبعا بقى عايزه الهدوم تنضف معاكي، ما بقاش بقى فيها اي بقع ولا اي حاجه. هقول لك بقى على سر الخلطه بتاعت النهارده. يا سيدي يا سيدي على الجمال، هتجربيها وهتدعي لي فعلا، بجد حرفيا جميله جدا. اول حاجه بمسك بقى كده احط نوعين اريال على بعض، اي نوعين اريال تحطهم كده على بعض، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، بيخلي الهدوم معاكي بيضه وفله كده وشمعه منوره. جربي الطريقه دي كده وهتعجبك جدا، وما عدتش هتبطلي ان انت تبطلي ايه ان انت ايه تحطي القرع على بعضه كده. طبعا لما بيكونوا مادتين على بعض كده بيتفاعلوا مع بعض وبينضف معاكي الهدوم وبخليها زي الفل. دي كده خلطتها على طول، مثلا اوكسي مع برسيل باهي اريال، طبعا اي اريال عندك، مش شرط حاجه معينه. وبتمسكي بقى تقلبهم على بعض كده، بس بصراحه النتيجه بتبقى مبهره جدا، يعني بتحس بفرق كده عندك في الغسيل. طبعا بيبقى لونه ابيض شمعة كده، بسم الله ما شاء الله، ولا بقع بقى ولا اي حاجة ولا اصفرار في الهدوم. بصراحة احسن من الكرول. انا بفضل كده احط مثلا ايه نوعين على بعض، بفضلهم عن الكرول. زي ما انتم شايفين الهدوم البيضة في ايدي عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، بتشف وترف كده على الحال. شوفوا بقى الشطارة بقى والجمال والحلاوة كده. قلت بقى اخلص كده وهنشرهم بقى، وعلى اخر النهار هكون الغسيل نشف بقى. زي ما انتم شايفين الجو هوا كده وشمس، هلم بقى الغسيل واطبقه كده. والسرير بقى كنت شايله فرش السرير برضو بالمره، قلت بقى ايه كله يبقى كده غسله واحده. هحط بقى ايه اللي هغسلهم بقى كده ونشفوا وافرشهم، او افرش بقى حاجه تانية. يعني انا لسه ايه كده بقى، احنا لسه كده الصبحيه اللي كانت بتكلمني ديت جارتي، يعني صاحبتي هنا بتكلمني بقى من تحت كده، قاعده تحت وبتكلمني، فانا قاعده بقى بكلمها وارد عليها زي ما انتم شايفين اهوت. وهخلص بقى كله كده وهنجز في ايه في وقت قصير. طبعا لو جربت بقى الاريال زي ما انا بقولك كده هتشوفي نتيجه مبهره جدا وهتدعي لي. ولو وصلت بقى معايا لغايه دلوقتي كده في الفيديو ولسه بقى ما عملتليش اشتراك وفعلت الجرس، يا ريت بقى فضلا وليس امرا تعملي اشتراك بقى من ايدك الحلوين، وتفعلي زر الجرس كده وتختاري الكل عشان كل فيديوهات توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. واللي محطش اللايك يحط اللايك. طبعا اللايك بيرفع معايا الفيديو ويوصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا كده ويشوفوه. وبعد كده بقى بترص بقى الاول على الحبل، يعني رص الحبل ده ايه مزاج كده. انا عندي بقى رص الحبل كده مزاج. بتقول لي انت هتيجي نجيب هدوم للعيد ولا لا؟ قلت لها مش عارفه لسه. زي ما انتم شايفين اهوت كده اهوت. بتحطي بقى الاول حاجه الابيض قدام كده القصير، وبعد كده الابيض الطويل والالوان. والطويل يعني بتحطي تدريج كده من قصير من قدام لغايه اطول حاجه من ورا. عفوا. طبعا انا قلت لكم انا خدت هنا، ما خلصت تصميم من هنا وخدت الدور يعني ايه مظبوط على حق. فادعوا لي كده دعوه من قلبكم كده، ربنا يشفيني ويحوش عني يا رب. بعد ما انجزت بقى كده وخلصت خدت دور عيا كابس، واخدين بالكم. خلصت اهوت ونشرت بقى المليان والدنيا كلها ايه فله كده شمعه منوره. طبعا الدنيا عندنا حر. يوسف ابني ماشي بقى ايه كاجوال كده. يا ابني ما ينفعش، لا لازم يمشي بقى بالفانلة كده. بس كده هخلص بقى ونشوف نعمل غدا ايه. زي ما انتم شايفين بقى انا جبت تمره اهيت وغسلت بقى الرز وحطيته عليها على المفتت علشان هي كانت متلجه.
اول حاجه زي ما انتم شايفين هنمسك بقى كده نقصقص بقى الزعانف بتاعتها اهوت. طبعا بقى لو هي مثلا سمك شبار وفكك وكده وهي فكه بغسل الرز واحطه عليها، بس عشان هي بقى كانت مجمده قلت بقى بالمره وهي بتفك كده غسلت الرز بقى وحطيت ميه الرز عليها. طبعا كالعاده زي ما احنا متعودين ان احنا بنحط ميه الرز على السمك، واخدين بالكم. وخلصت بقى ولعت كده على الرز وقلت بقى احمرها كده سخنه لما الاولاد تيجي. طبعا بقى لو انت لسه جديده معايا في القناه يا ريت فضلا وليس امرا تعملوا اشتراك وتنوروني كده في قناتي، هكون سعيده جدا بوجودكم معايا في القناه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم لنا خير يا رب. وبمسك بقى بقصقص بقى الراس كده. طبعا محدش بقى بياكل الزعانف كده، بقصقص الراس زي كده اهو زي ما انتم شايفين. بجيب لاخر الراس كده اهي. طبعا محدش بقى بياكل الراس فايه بفضل ان انا اشيلها، واخدين بالكم معايا. طبعا زي ما احنا عارفين القمرة تنظيفها سهل جدا، لو شبار او بوري بيبقى تنظيفه ايه متعب شويه. يعني البولتي بيتجرب، لكن القمرة ما بتتجربش بقى ولا حاجه، يدوب بس بتنضفيها كده وخلاص، واخدين بالكم. واعمل لهم بقى الغدا كده النهارده الجمعه. جنب بقى شويه رز كده ابيض. طبعا لما بكون انا محمره سمك بحب اعمل رز جنبه ابيض، بفضل كتير عن الرز مثلا بيكون السعوديه او الرز الشعريه. انا طبعا بكون الزيت وكده، فانا بفضل ايه ان انا بعمل رز بهدلها يما بهدلها. وبمسك بقى انقع كده في شويه ميه بملح ودقيق وخل، مش كتير علشان الخل بيهري جسم السمك، يعني حبه بس صغيرين كده. وبعد كده بنحمرها بتقوم بقى عاملاها بالدقيق، مقلباها كده في الدقيق. وبعد كده تقومي جايبه معاكي بقى حله كده او بلاستيكيه غويطه فيها شويه ميه، ومعاك بله السمكه كده في الميه واحطها بتطلع معاكي الزيت نضيف والسمك مقرمش وجميل. لو انت بقى عايزه السمك مقرمش اعمليه بقى بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي، هيطلع جميل جدا ومقرمش وحلو. وهمسك بقى اطلع بطنه كده، وبعد كده بقى اشطفه وهنقعد شويه كده على ما احضر بقى خلطه الدقيق بتاعتي وكده. وطبعا الدقيق بمسكه بقى املحه برده الاول، يعني بمسك الدقيق املحه بشويه بقى ملح على كزبره على فلفل اسمر على كمون، بحيث تبقى السمكه كلها متطعمه معايا من التتبيله ديت. هوريكم برده كل حاجه دلوقتي، بس اللي وصل معايا ينزل بقى يحط اللايك عشان بقى تشوفوا كل بقى الخطوات والتكات الجامده دي. كده اجي اهوت هشيل بقى قلب السمكه كده. طبعا السمك القمر نضيف جدا، هنبقى كده قلبه نضيف اهوت. بسم الله ما شاء الله. شايفين قلبه كده نضيف اهوت. عشان بقى ما اطولش عليكم هحضر بقى اخلص كده وبعد كده اوريكم بقى بعد ما اغسله.
كده اهوت بهرت الدقيق اهوت. كده اهوت بقى طبعا هتسيبيه بقى كده ينشف شويه، لا تقومي حاطاه مثلا في شويه ميه، حطاها مسافه ما تحطها وتشيلها كده. بتطلع بقى السمكه معاكي مقرمشه وجميله جدا، والزيت بتاعك يفضل زي ما هو ما يتحرقش. كده اهو خلاص الزيت بتاعي سخن، هحط في الزيت اهو. بسم الله. كده بقى خلصت اهوت وحمرت السمك زي ما انتم شايفين، لونه بسم الله ما شاء الله جميل اهوت، اصفر وحلو كده ومقرمش. وخلصت بقى وعملت الطبق السلطه المحترم بتاعنا، وقدمت لهم الغدا، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. اتفضلوا معانا الغدا.